هناخد مع بعض ان شاء الله النهارده الجزء الخاص بالتفاضل النوني. نكتب كده هوت مع بعض التفاضل النوني. ايه هو بقى موضوع التفاضل النوني ده؟ طبعا احنا زي ما كنا عارفين ان التفاضل الاول للدالة اللي هي الواي بتساوي الاف اوف اكس بيرمز له بالرمز الجي واي باي جي اكس او الاف داش اوف اكس او الواي داش. تمام كده؟ يبقى انا بفاضل مين؟ علامة التفاضل اهي الدي باي جي اكس. بفاضل مين؟ بفاضل الدالة اللي اسمها الاف اوف اكس. تمام كده؟ طيب ادي كده الاشكال المختلفه او الصور المختلفه للعلامه بتاعه تفاضل الداله اللي اسمها الواي اوف اكس. لما بنيجي نجيب التفاضل الثاني للداله برضو اللي هي الواي بتساوي الاف اوف اكس دوت بيرمز له بالرمز دي تو واي كده باي دي اكس سكوير. يعني ايه؟ يعني بجيب التفاضل اهو الاف دبل داش، الاف داش اللي هي التفاضل الاول، الاف دبل داش اوف اكس التفاضل الثاني، او ان احنا بنفاضل اهو الجي 2 باي دي اكس سكوير لمين؟ للداله اللي اسمها الاف اوف اكس. يعني بفاضل الداله اف اوف اكس بالنسبه لاكس واللي يطلع افاضله تاني بالنسبه للاكس. تمام كده؟ او ان انا بنجيب زي ما قلنا الدي 2 واي باي جي اكس سكوير اللي هي الدي باي جي اكس سكوير للداله مين؟ للداله بتاعتي اللي هي الواي اللي هي بتساوي الجي باي جي اكس لما بجيب تفاضل الجي واي باي جي اكس. تمام كده؟ طيب وهكذا بقى هنقول هنا هوت بالايه؟ بالمثل لغايه ما نوصل لمين؟ للتفاضل النوني. يعني ايه؟ يعني هجيب المشتقة النونية، يبقى كده بين قوسين كده اللي هي المشتقة النونية. شكلها ايه المشتقة النونية؟ اللي هي التفاضل ان للدالة واي بالنسبة للاكس اس ان. يبقى دي كده هو بيرمز لها بالرمز ده كده. طب ايه هي الرموز المختلفة بقى بتاعتي؟ الرموز المختلفة هفاضل الدالة اللي اسمها اف، تمام كده، اوف اكس. هفاضلها كام؟ هفاضلها تفاضل نوني، احطها كده بين قوسين كده الان كده معناها التفاضل النوني للدالة اللي هي اف. او زي ما احنا جينا قلنا كده دي ان للاف اوف الاكس كده باي جي اكس اس ان. تمام كده؟ طيب ادي كده الرموز الايه الاشكال او الرموز المختلفه. طبعا ممكن برضو ادي كده الواي اس ان كده، دي كانت كلها رموز للايه؟ للتفاضل النوني. طيب الكلام دوت مش هيبان ازاي اجيب التفاضل النوني لاي داله؟ مش هيبان الا لما نيجي ناخد امثله ونيجي نقول كده هوت عندي مثال واحد وبيقول لي اوجد التفاضل النوني اللي هو الرمز بتاعه جي ان واي باي جي اكس اس ان لكل من الدوال الآتية. وشكلها ايه هي الدوال بقى اللي انا هنكتبها مع بعض؟ اول واحدة لو كانت الواي بتساوي الاي اس اي اكس زائد بي، الدالة التانية الواي بتساوي الساين اي اكس زائد بي، الدالة التالتة الواي بتساوي لن الدالة لن اي اكس زائد بي. تمام كده؟ نيجي نشوف دول كده هوت مع بعض، نيجي نفاضلهم نجيب لهم التفاضل النوني ازاي. طيب الورقة دي كده هوت رقم واحد ونيجي مع بعض كده نبدأ نحل. نكتب كده هو ديت الورقة رقم 2 ونقول الايه؟ ونقول الحل. اول واحدة انا عندي الواي بتساوي الاي اس اي اكس زائد بي، دي كده هو دالة اسمها ايه؟ اسمها دالة أسية. عايز اجيب لها التفاضل النوني، يبقى لازم نجيب الاول التفاضل الاول. اجيب تفاضل الدالة الأسية بالدالة نفسها في تفاضل الاس بالنسبه لاكس يبقى في الايه. طيب الواي دبل داش اجي افاضل اللي انا وقفت عنده اللي هو الواي داش، افاضلها تاني بالنسبه للاكس. اما اجي افاضلها تاني بالنسبه للاكس يبقى احنا المفروض كده نقوله ايه؟ نقول تفاضل الداله اللي هي واي بالنسبه لاكس. تمام كده؟ نجيب بقى الواي دبل داش اللي هي التفاضل الثاني، اجي افاضل اللي انا وقفت عنده دوت تاني بالنسبه الى الاكس، يبقى اجي تفاضل الداله الاسيه بالاي اكس زائد البي، طبعا واجي الاي موجوده اهي. طيب تفاضل الداله انا دي نزلت الايه؟ تفاضل الداله الاسيه الداله نفسها في تفاضل الاس، تفاضل الاس اللي هو كام؟ برده اللي هو بايه؟ يبقى المفروض ايه كده في ايه اللي هي عباره عن الاي تربيع في الاي اس اي اكس زائد كام؟ زائد البي.
عندي الواي بقى، نجيب الواي دبل تريبل داش اللي هي التفاضل الثالث. يبقى احنا كده تفاضل الداله واي بالنسبه لاكس بقى يجيب ده التفاضل الاول، اللي بعديه اللي هو الواي دبل داش ده التفاضل الثاني، الواي تريبل داش التفاضل الثالث. اللي انا وقفت عنده هفضله تاني، هنزل الاي تربيع لان ده ثابت. تفاضل الداله الاسيه بالداله نفسها في مين؟ في تفاضل الاس. تفاضل الاس بكام؟ بايه؟ يبقى دي اللي عباره عن الاي اس 3 في الاي اس اي اكس زائد البي. لما كان التفاضل الاول عندي الاي كانت اس 1، لما كان التفاضل الثاني الاي بقت اس 2، لما كان التفاضل الثالث الاي بقت اس 3. يبقى اكيد هيبقى التفاضل النوني هيبقى اي اس كام؟ اي اس ان للاي اس اي اكس زائد الايه؟ زائد البي. ادي كده المساله خلصت. طيب المساله الثانيه كانت الداله واي بتساوي شكلها ايه؟ كانت الواي بتساوي كانت شكلها ساين للاي اكس زائد البي. تمام كده. طيب بنبدا نجيب مع بعض برضو بنقوله بتفاضل الداله بالنسبه الى اكس، نجيبوا الواي داش. طبعا احنا الواي داش ديت اللي فاهمينها اللي هي جي واي باي جي اكس يعني. طيب تفاضل الساين بكوزاين اهو اي اكس زائد البي جت الزاويه بتاعت الايه بتاعته. طب هي الزاويه بتاعت الكوزاين الزاويه بتاعت الساين اكس بس ولا داله في اكس؟ لا دي داله في اكس، يبقى لازم اضرب النقط في مين؟ في تفاضل الزاويه. تفاضل الزاويه ده بالنسبه لاكس بكام؟ بالاي، لان البي دي ثابته تفاضلها بزيرو. تمام كده. يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت تفاضل الساين بقت كوزاين. تمام كده. واجي الايه؟ ماجي مضروبه في الايه. طيب نعرف نعمل الحركه دي كده اللي هي احول الكوزاين لساين ازاي؟ الزاويه باي على الاثنين 90 هي اللي بتقلب لي الكوزاين لساين او ساين لكوزاين. يبقى انا عندي ايه؟ ساين اهي اي اكس زائد البي لو جمعت عليها باي على الاثنين. تمام كده. يبقى انا كده اهوت عندي الواي داش لما كانت الواي داش بقى عندي شكلها ايه؟ شكل التفاضل بتاعتها ايه؟ ساين اي اكس زائد البي زائد الباي على كام؟ على الاثنين. ليه جبت الباي على الاثنين؟ جمعت على باي على الاثنين عشان احولها من كوزاين لمين؟ لساين. طيب نجيب بقى الواي دبل داش بقى دلوقتي. الواي دبل داش التفاضل الثاني اللي انا وقفت عنده هفاضله. تفاضل الاي دي عدد ثابت بينزل. تفاضل الساين اهي بكوزاين الاي اكس زائد البي زائد الباي على الاثنين. طيب مضروب المفروض نضرب كمان في مين؟ في تفاضل الزاويه. تفاضل الزاويه بكام؟ برضو بالاي، من بفاضل بالنسبه للاكس برضو بالاي، بقى ديت ايه تربيع. برضو ان احنا نحولها تاني من الكوزاين للساين هتبقى ادي عشان اعرف اجيب علاقه تكراريه. ما هو اصلا انا هجيب علاقه تكراريه هنا في الثابت، لكن الزاويه بتاعتي مش ايه بس، مش اكس بس، دي داله في اكس، فلازم هي كمان يطلع منها علاقه تكراريه. علشان كده بحولها لصوره مين؟ لصوره الساين الداله نفسها. عشان كده هنحول الكوزاين لساين ازاي؟ هنقول هنا برضو اللي هي ايه؟ نضيف عليها باي على الاثنين. الزاويه دي اللي هي ساين ايه اكس زائد البي زائد باي على الاثنين بتحولها لي للكوزاين. يبقى هنا برضو اجمع تاني الاي باي على الاثنين بقت ساين اي اكس زائد البي. اجي الباي على الاثنين اللي هي الموجوده هنا هجمع عليها كمان باي على كام؟ على الاثنين عشان تتحول اكنها تتحول للكوزاين. بقت الاي تربيع في الساين الاي اكس زائد البي زائد باي على 2 زائد باي على الاثنين اكنها 2 من الباي على الايه؟ على الاثنين. طيب نشوفه كده كمان علشان نفهم ازاي التكرار هيطلع لي دلوقتي. نيجي نجيبه الواي تريبل داش. الواي اللي انا وقفت عنده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه اجي الاي تربيع ده ثابت بينزل. تفاضل الساين بكوزاين الاي اكس زائد البي زائد الاثنين من باي على الاثنين. نقوم نعمل ايه؟ المفروض اضرب في مين؟ اضرب كمان في تفاضل الزاويه. انا فاضلت الساين بكوزاين تفاضل الزاويه بالنسبه لاكس بالاي، يبقى دي خلتها ايه اس 3. تتحول ازاي برضو للساين؟ ان انا اجمع عليها باي على الاثنين كمان، بقت الاي اس 3 في الساين. اجي كده الاي اكس زائد البي زائد 2 باي على الاثنين وهجمع عليهم باي على الاثنين بقت 3 من الباي على كام؟ على الاثنين. خلاص كده بانت العلاقه التكراريه. لما كان التفاضل الاول بقى عندي واحد نعوض الباي على الاثنين والاس كام؟ والاس واحد. لما كانت التفاضل الثاني بقت اس 2 واجي ديت اس 2 واجي عندي رات 2. التفاضل الثالث ديت ايه؟ اس 3 اها واجي ايه؟ واجي 3. يبقى الواي ان التفاضل النوني هيبقى شكله ايه؟ هتبقى ايه؟ اس ان من ساين الاي اكس زائد البي زائد ان في الباي على كام؟ على الاثنين. تمام كده. اجي كده اهوت مين؟ التفاضل النوني اللي موجود ايه؟ اللي موجود عندي. طيب فاضل لنا كده اهوت المساله الثالثه. المساله الثالثه ديت شكلها ايه؟ شكلها الواي بتساوي لن. طيب المساله الثالثه لن ايه اكس زائد كام؟ زائد بي. برضو بنبدأ نجيب ايه؟ نجيب الواي داش. الواي داش شكلها ايه؟ شكلها واحد على اللي جوه اللين تفاضل لدالة اللين في تفاضل اللي جوه اللين اللي هو بكام؟ اللي هو بالايه. تمام كده. يعني دي شكلها ايه واجي الاي اكس زائد البي الكل اس سالب واحد لو طلعتها ايه؟ لو طلعتها في البسط. طيب بعد كده عندي ايه تاني؟
عايزين نجيب التفاضل التاني. افاضل التفاضل التاني يبقى شكله ايه؟ واي دبل داش اللي انا وقفت عنده هفاضله، هنزل الايه تفاضل ده هيبقى فيه سالب، ده قوس أس رقم بينزل الأس ويطرح من الأس واحد في تفاضل اللي جوه. تفاضل اللي جوه اللي هو بالإيه كمان، يبقى الإيه في الإيه دي هتخليها لي إيه تربيع. تمام كده؟ طيب تعالوا نجيبوا التفاضل التالت ونشوف إيه هيبقى شكله إيه التفاضل التالت. التفاضل التالت أدي واي تريبل داش، ادي ماينس والايه تربيع هتنزل. المفروض ان انا بضرب في بعمل ايه؟ عايزه افاضل اهي، هنفاضل دي بنزل الاس اللي هو -2 يبقى كده -2. تمام كده، واطرح من الاس واحد ادي الاي اكس زائد البي اس -3 في تفاضل اللي جوه اللي هو بالايه يبقى تخلي لي ديت ايه اس 3. نعدل الكتابه يبقى كانها -1 في -2 في الاي اس 3 في الاي اكس زائد البي اس -3. تمام كده. طيب كده ظهرت علاقة تكرارية. ممكن ان احنا نكتبها ازاي؟ خلينا نجيب التفاضل الرابع عشان تبان، او ممكن ان احنا نكتبها نقول هناخد -1 كده تعامل مشترك. تمام كده، -1 في -1 يبقى -1 أس 2. 1 في 2 اكنها ايه؟ اللي هي اكنها مضروب 2 واجي الاي اس 3 واجي الاي اكس زائد البي اس -3. تعالوا نجيبوا التفاضل الرابع. التفاضل الرابع اللي هي الايه؟ اللي هي الواي 4 داش كده، -1 تربيعها في مضروب الاتنين واجي الايه اس 3. دول كلهم اعداد ثابته. هنا التفاضل دي تفاضلها بكام؟ بنزل الايه؟ بنزل الاس واطرح من الاس واحد اهو في تفاضل اللي جوه اللي هو بالايه تخلي لي دي ايه اس كام؟ تخلي لي دي ايه اس 4. نعدل الكتابه بقت عندي -1 اس كام؟ اس 3 عشان في -1 اهي. مضروب 2 وفي 3 اللي هي كام؟ اكنها 1 في 2 في 3 اللي هي مضروب 3 اللي هي مضروب مين؟ اللي هي مضروب 3 في ايه اس 4 في الاي اكس زائد البي الكل اس كام؟ الكل اس ناقص 4. يبقى بالتكرار كده التفاضل النوني اللي هو الواي ان هيبقى بيساوي هنا لما كان الواي تريبل داش بقى عندي هنا اس 2 وعندي نقط مضروب 2 وجي اس 3 وجي اس كام؟ اس -3. يبقى الشكل كده هوت عندي ايه؟ لما كانت اس 4 اللي هو التفاضل الرابع يعني بقت هنا هوت اس كام؟ بقت هنا هوت اس 3 وجي مضروب 3 وجي ايه اس 4 وجي اس 4. يبقى دي -1 اس ان ناقص الواحد في مضروب ان ناقص الواحد في الاي اس ان في الاي اكس زائد البي الكل اس ناقص كام؟ الكل اس ناقص ان. واجي المساله دي خلصت. نيجي ناخد كده هوت مثال 2 وهنسيب لكم فيه حاجات واجب. نقول كده هوت اوجد المشتقه النونيه لكل من الدوال الآتية. ونقول كده أول دالة اللي هي الواي بتساوي الإي أس 3 إكس زائد الاتنين. التانية الواي بتساوي كوزين 2 إكس زائد 3. التالتة الواي بتساوي لن للإكس تربيع زائد 5 إكس زائد 6. هقول لكم أنا حاجة دلوقتي إيه؟ المسألة الأولانية هومورك والتانية برضو هومورك. دي نفس اللي أنا حلاها بس بأرقام، ودي نفس اللي انا حلاها بس بارقام. يعني بدل الايه اكن هنا هوت عندي الثوابت اللي هي الاي اكس زائد البي اللي انا حلاها اكنها 3 اكس زائد الاثنين، يعني الاي ب3 والبي ب2. وهنا نفس الكلام برضو بالظبط. يعني ايه؟ يعني دي كده اهو مش محتاجه ان انا احلها لكم تاني. طيب دي بقى احنا حلينا مع بعض لن اي اكس زائد بي بس. طيب دي انا ممكن ان انا احللها، هتبقى لن دي تتحلل لقوسين اهي. اما تيجي تتحلل بقت عندي اكس واكس الستة الاتنين في 3 ومجموعهم طبعا 5. طيب من خواص اللين اللي احنا كنا واخدينها مع بعض على السبورة، لين حصل الضرب لين الاولى زائد لين التانية. واحنا عارفين ان لين دي اهي لسه جايبينها اهيت شكلها ايه؟ شكلها كده. يا اما تبداوها من الاول انكم تجيبوا التفاضل وهكذا خطوه خطوه وتجيبوا علاقه تكراريه، يا اما تكونوا حافظين الصوره العامه بتاعه التفاضل النوني للداله لن. دي هتبقى -1 اس ان ناقص الواحد. ان اللي هي بكام؟ -1 اس ان ناقص الواحد. ادي -1 اس ان ناقص الواحد في مضروب ان ناقص الواحد في الاي اس ان. الاي هنا بقى بكام؟ بواحد. خلاص يبقى كأنها واحد كده هوت اس ان ما بتتكتبش في مين؟ في الاي اكس زائد البي اللي هي اسمها ايه؟ اللي اسمها الاكس زائد الاتنين اهي الحته الاول اللي جوه اللين دي الكل اس كام؟ الكل اس ناقص ان زائد. طب الجزء الثاني برده -1 اس ان ناقص الواحد في مضروب ان ناقص الواحد في معامل اكس هنا هوت بكام؟ برده بواحد. يبقى اللي هي الواحد اس ان ما بتتكتبش في الاكس زائد
للتلاتة أس كام؟ أس ناقص ان. لو انتوا حافظين الصورة بتاعت التفاضل النوني للدالة مين؟ للدالة اللي هي الايه اللوغاريتمية اللي هي الان. تمام كده، وحلوا الاتنين دولت ايه واجب. طيب عايزة مثلا منكم ايه كده ماشي. طب كفايه كده، كفايه عليكم ايه هوم ورك كده اهوت في الايه في الجزء الخاص بالموضوع ده. طيب عندي هنا اهوت بقى ايه، عندنا نيجي ناخد حاجه جديده وهي عباره عن قاعده السلسله او ايه، او التفاضل البارامتري. نيجي نكتب مع بعض كده التفاضل البارامتري. ايه هو بقى التفاضل البارامتري؟ احنا عندنا بفرض ان y بتساوي الاف اوف اكس. دي كده اهوت عندي دالة موجبة ومتصلة. تمام كده. ولو لقيت عندي الدالة y واذا كانت الواي لوحدها دالة بتساوي ايه؟ دالة تانية اسمها جي اوف تي. ونيجي قلنا نلاقي ان الواي دالة في تي اسمها جي مثلا اوف تي، والاكس هي كمان بتكون دالة في ايه؟ دالة وليكن اتش برضو اوف تي، حيث ان تي هو بارامتر. يبقى التي ده اي بارامتر موجود قدامي. طب التفاضل بقى الاول، فان التفاضل الاول للدالة واي هو، عايزه اجيب التفاضل الجي واي بالنسبه للاكس. لما باجي بفاضلها بالنسبه للاكس ده انا عندي الواي داله في متغير اسمه تي او بارامتر اسمه تي، يبقى لازم افاضلها الاول بالنسبه للبارامتر بتاعها، وبعد كده هوت نفاضل الداله اكس بالنسبه هي كمان للبارامتر بتاعها، لان برضو الاكس داله في مين؟ داله في تي. طيب يبقى عندي الجي واي باي دي تي، المقام يطلع بسط، يبقى في الدي تي باي جي اكس. تمام كده. ادي القاعده دي كده حفظ، القاعدة دي كده حفظ. نيجي ناخد بقى ايه امثلة. مثال واحد نشوف امثلة. اول حاجة بيقول لي ايه، اذا كانت الواي عندي شكلها تي تربيع زائد 3 والاكس شكلها جذر تي، يبقى لقيت الواي دالة في تي ولقيت الاكس دالة في تي. فبيقول لي اوجد التفاضل الاول اللي هو الدي واي بالنسبة لاكس. طب تعالوا كده نشوفوا الحل. انا عندي الواي داله في تي، يبقى انا لازم افاضلها بالنسبه للمتغير بتاعها. فقلنا بنفاضل البارامتر الواي بالنسبه للبارامتر اللي هي تي. تفاضل ديت الداله دي طبعا داله كثيره حدود عاديه خالص، بنزل الاس اهو واطرح من الاس 1. تفاضل الثلاثه بزيرو. عايزين نيجي نجيبوا تفاضل الاكس بالنسبه للمتغير بتاعها. تفاضل الجذر 1 على الاتنين من الجذر، فتفاضل اللي جوه الجذر اللي هو بواحد خلاص مش هيتكتب. انا عايزه اجيب الدي واي باي دي اكس. الدي واي باي دي اكس احنا لسه قلنا القاعده بتاعته حفظ، اللي هي تفاضل الجي واي بالنسبه للمتغير بتاعها في الدي تي باي دي اكس. طب الجي واي باي دي اكس ب 2 تي مضروبه في دي تي باي دي اكس. انا عندي دي اكس باي دي تي ينفع تشقلبوها؟ هتبقى 2 من الجذر تي. 2 في 2 يبقى 4 تي جذر تي. وادي كده اهوت انا جبت له التفاضل البارامتري للايه للداله. طيب نيجي نشوف مثال 2 مع بعض كده. هو بيقول لي برضو اذا كانت الواي شكلها تي اس 6 ناقص 2 والاكس شكلها تي اس 3 زائد الواحد. بيقول لي برضو اوجد الجي واي باي دي اكس وكذلك الدي 2 واي باي جي اكس سكوير. يعني عايزه التفاضل الاول والتفاضل الثاني، ونشوف كده اهوت الحل مع بعض. اول حاجه هفاضل الواي بالنسبه للمتغير بتاعها اللي هو اسمه تي، بقت 6 تي اس 5. افاضل الاكس بالنسبه للمتغير برضو تي اللي هو المتغير اللي عندها، انزل اس واطرح من الاس 1 اهو، تفاضل 1 بزيرو. ده تفاضل كثيره حدود عاديه خالص. طيب بنجيب الجي واي باي جي اكس اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن جي واي باي دي تي مضروبه في الدي تي باي جي اكس. زي ما قلنا القانون دوت بيكون حفظ، وعشان تفهموه زي ما انا قلت لكم هو عباره عن ايه؟ بفاضل الواي بالنسبه للمتغير بتاعها وبفاضل الاكس برضو بالنسبه للمتغير بتاعها. انا بس عدلت الكتابه هنا. طيب الجي واي باي دي تي هي عباره عن 6 تي اس 5 مضروبه في، هتبقى دي اشقلبها 1 على 3 تي تربيع. دي مع دي كده تبقى ال 2 تي اس كام؟ 2 تي اس 3. عايزه اجيب التفاضل الثاني اللي هو دي 2 واي باي دي اكس سكوير. طب ما انا اللي انا جبته ده اهو اسمه ايه؟ وقفت عنده اللي هو اسمه 2 تي اس 3. ده الدي واي باي دي اكس، بس ده انا لقيت الدي واي باي دي اكس طالعه بدلاله البارامتر تي، يبقى انا لازم افاضل الدي واي باي دي اكس اللي انا جبتها دي افاضلها بالنسبه للاكس تاني عشان اجيب التفاضل الثاني اللي هي ايه؟ هي اصلا في بارامتر تي، يبقى انا هفاضلها بالنسبه للبارامتر بتاعها
افاضلها بالنسبه للبارامتر بتاعها في التفاضل البارامتر بالنسبه للاكس. طيب تفاضلها بالنسبه افاضل دي بالنسبه للبارامتر بتاعها 6 تي تربيع مضروبه في مين؟ مضروبه في تفاضل التي بالنسبه لاكس. ما احنا كنا لسه جايبين تفاضل اكس بالنسبه لتي، اشقلبها تبقى 1 على 3 تي تربيع. لو جينا اختصرنا ادي دي مع دي فيها الاثنين، وطبعا تي تربيع راحت مع تي تربيع، وادي كانت الناتج بتاعي هو ايه؟ هو الاثنين. تمام كده. دي كانت الورقه رقم كام؟ دي كانت الورقه رقم 4. نشوف كده اهوت مع بعض الورقه رقم 5 ونحط اكسرسايزز عشان انتوا تبقوا ايه؟ تبقوا تحلوها مثلا سؤال، ولا نحل دي الاول؟ ماشي نحل دي الاول. مثال 3 ونيجي نقول مع بعض هنا ايه؟ اذا كانت الواي بتساوي كوزين اي تي والاكس بتساوي ساين اي تي. اهو بحل معاكم اسئله كتير خالص، فبيقول لي عشان ايه تتاكدوا. اوجد الدي واي، بيقول لي اوجد الجي واي باي دي اكس والجي 2 واي باي جي اكس سكوير. ونيجي نقول هنا اهوت الحل. انا عندي الواي لقيتها داله في تي، فلما نيجي نفاضلها هنفاضل الواي بالنسبه للمتغير بتاعها. تفاضل الكوزين بسالب ساين اي تي، في تفاضل الزاويه، تفاضل الزاويه دي مش تي بس، دي داله في تي، يبقى لازم اضرب في تفاضلها. والدي اكس باي دي تي هي عباره عن الكوزين اي تي في تفاضلها اللي هي بالاي. طيب يبقى الدي واي باي جي اكس عباره عن ايه؟ عباره عن الدي واي باي دي تي في الدي تي باي دي اكس. يبقى الدي واي باي دي تي سالب الاي ساين اي تي مضروبه، نيجي نشقلبها بقى دي عشان هي المفروض عايزه اجيب الدي تي باي دي اكس، 1 على الاي كوزين اي تي بقت بتساوي الاي راحت مع الاي، يتبقى لي سالب ساين على كوزين بتان اي تي. تمام كده. طيب عايزه اجيب التفاضل التاني زي ما احنا كنا متعودين دلوقتي، بقول التفاضل الاولاني ده هفاضله تاني بالنسبه للاكس، بس هو لقيته داله في تي، يبقى لازم الاول افاضله بالنسبه للبارامتر بتاعه وارجع اضرب في تفاضل البارامتر بالنسبه للاكس. طيب اما اجي افاضل بالنسبه للبارامتر، تفاضل التان بسك تربيع اي تي، طبعا في تفاضل الزاويه اللي هي بالاي، ونضرب في ايه؟ في لما نيجي نشقلب بقى اللي هي دي تي باي دي اكس، نيجي نجيبها هتبقى 1 على الاي كوزين اي تي. جت منين؟ جت من هنا اهي، الجي اكس باي دي تي شقلبتها هتبقى بتساوي الاي راحت مع الاي ويبقى لي سالب، طبعا مقلوب الكوزين بسك، سك في سك تربيع بقت السك اس 3 اي تي. ادي كانت المساله ايه؟ بسيطه خالص واتحلت. طيب احنا عايزين نشوفوا هومورك خاص بالموضوع ده في الكتاب عندكم، الاكسرسايزز بتاعت الايه؟ بتاعت الكتاب. تمام كده. الاكسرسايزز بتاعت الكتاب دي كلها ايه؟ كلها المفروض تخص التفاضل البارامتري، او السؤال اللي يخص التفاضل البارامتري كله ده علينا هومورك وواجب وتحلوه. بالنسبه للتكليفات اللي انا ان شاء الله هكلفكم بيها دي برضو موجوده في الكتاب. انا هبقى اما تيجوا تشتروا الكتاب هيبقى اقول لكم الورقه رقم صفحه كذا وصفحه كذا، دولت هيبقوا خاصين بالايه؟ بالتكليف. وهو هيبقى في الغالب في نهايه الكتاب، يعني هيبقى خاص بالتكليف اللي احنا هنحطه عليه ان شاء الله درجه اعمال السنه. تمام كده. طيب انا كده نهيت معاكم المحاضره ديت، خدنا مع بعض التفاضل النوني والتفاضل البارامتري. المره الجايه ان شاء الله نبقى نشوف تطبيقات على التفاضل. تمام كده. كل سنه وانتم طيبين. يلا مع السلامه، اشوفكم ان شاء الله في المحاضره الجايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.